أفضل 10 مسلسلات تركية اتكلمت عن الزواج الإجباري وبعد كده الجواز ده اتحول لحب. تسع مسلسل علاقات معقدة، والمسلسل ده بيتكلم عن بنت طيبة جدا اسمها عائشة جل، وكانت عايشة في بيت والدها اللي ورثته عنه بعد ما مات. وبعد كده بيجيلها 2 صحابها بيقنعوها ان هي جالها رحلة مجانية لليونان، لكن للأسف بيمضوها على عقد للبيع بتاع البيت ده وهي ما تعرفش. ولما بتروح الرحلة بتاعة اليونان دي ما بتلاقيش ان في حجز في الفندق باسمها، وبتكلم صحابها ما بتقدرش ان هي توصل لهم. وهناك في الفندق بتقابل شخص شهير من تركيا اسمه جان تيكن، وكان ممثل معروف. وبعد كده بتطلب منه ان هي تاخد فلوس علشان ترجعها له لما ترجع تركيا، لان مش معاها فلوس في البلد اللي هي موجودة فيها. وبالفعل لما بترجع تركيا بتكتشف ان بيتها ده بقى فاضي وان اصحابها دول خدعوها. وكمان بتكتشف ان جان تيكن ده اشترى البيت اللي هي كانت عايشة فيه، فبيطردها بره البيت. لكن بعد كده بيحصل اتفاق ما بين الاتنين ان هم يتجوزوا لمدة 6 شهور، جواز برضو اجباري بين الاتنين، عشان جان تيكن ده كان بيحب بنت اسمها اليف، وكان عايز يثير الغيرة بتاعتها علشان تبدأ ان هي تلتفت له وتحبه. لكن بعد كده جان تيكن ده بيحب عايشة جول، وبتحصل ما بينهم قصة حب جميلة جدا.